السلام عليكم اخواتي. نتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال، ومرحبا بكم من جديد معايا في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نشارك معكم كيف تشوفوا معايا الكعك المسفيوي الغني عن التعريف. تيجي هشيش ومقرمش ولذيذ بزاف بزاف، وغادي تشوفوا معايا بعض الاسرار باش يجيكم محمر من برا ومن الداخل، ويجي اللون ديالو موحد. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. اذا البنات غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للعبار انا خديت هذا الكاس، كاين كاس ديال العنبه وكاين هذا الكاس، ما بيناتهمش بزاف، هذا شويه قل من هذا. المهم اي كاس غادي تعبروا به هو اللي غادي تمشيو به المقادير كامله. انا خديت غير هذا الصغير، ناقص شويه على العنبه. تنديروا اول حاجه 2 كيسان ديال الماء من الروبيني، واحد القبيصه ديال الملحه، دائما ما نساوهاش لتصحيح الذوق. وتندير 2 كيسان ديال السنيده، راني عبرتهم بهذا الكاس اللي قلت لكم، هما هادو هكا باش دغيا تذوب. 2 كيسان ديال الزيت، مقادير بسيطه ولكن المذاق هائل. خلطوا بيديكم ولا باي حاجه، المهم انا درت هذه استعملتها غير باش يذوب ليا دغيا السنيده. هنا البنات درت 2 معالق من كل حاجه، عندي 2 معالق ديال النافع البلدي، 2 معالق ديال حبه حلاوه، و2 معالق ديال الزنجلان. بالنسبه لحبه حلاوه كاين اللي تيقللها، انا لا ما تنقللهاش لان هي تعطي هذيك التحميره الكعك وتجي يجي هائل. كاين اللي تيدير ساشي ديال الفاني، انا ما تنديرهاش لانها تتخسر لي الذوق ديال هاد الزرارع. دابا ما بقى لينا غير الدقيق انا تندير على حسب الخليط. هنا قبل ما الدقيق عندي 2 خمارات، والدقيق كيف قلت لكم تيبقى على حسب الخليط، على حسب جوده ديال الدقيق. من الاحسن ناخذ دقيق يعني ممتاز مزيان باش يجينا الكعك ديالنا زوين. صافي بانت لي بان السنيده دابت، دابا غادي نبدا نزيد في الدقيق. هنا البنات غادي نبدا نزيد الدقيق بشوي بشوي. دابا غادي نستعمل يديا. ونصيحه اخرى البنات، ما تلكوش هكذا الدقيق ونبداو هكذا، ديما تنخدموا غير بهاد الطريفات ديال يدينا، هاد التصبيعات بحال هكذا تنجمعوا. ريحه غزاله ديال هذوك الزرارع في هاد الكعك تجي هائله. تشوفوا تنجمع غير بالطريفات، ما تنديرش هكذا، ما هاد البلاصه نقيه. المهم البنات غادي نستمر حتى نجمع العجينه ديالي، وغادي نوريكم القوام ديالها كيفاش خاصو يكون. هانتوما البنات صافي القوام تيكون على هذا الشكل. شوف تتحسوا بها باقا شويه تتلصق لكم في يديكم، شويه ماشي بزاف، يعني ما تقصحوهاش وما تجروهاش، ولكن تتحسوا بها غير شوي تتلصق في اليد. صافي ما تدلك ما والو. علاش؟ لان عندنا الماكينه هي اللي غادي تدلكها لينا. بالنسبه للناس اللي ما تتوفرش على الماكينه، اش غنقول لكم، تحاولوا تدلكوا واحد شويه وتستعملوا، ولكن واخا هكاك ما غاديش يجيكم بحال الماكينه دابا ولات متوفره عند الناس اللي تيبيعوا المواعن، تتقولوا لهم رقم 8 هي اللي تتخرج الكعك هائل وتيجي مزيان. هذا هو السر ديال الكعك المسفيوي. دابا البنات غادي ندوزو للمرحله التاليه. هانتوما البنات الماكينه، هذا هو الموس. نجبد نحيد العجينه باش تشوفوا، هذا هو الموس كيف تشوفوا، هو اللي يدلك لينا العجينه. شتي علاش الكعك ما تيحتاجش تدليك؟ لان الماكينه هي اللي تدلكو كيف تشوف. البنات هنا عندنا دابا الماكينه اللي تنخدموا بها،
هي هذه. تنبداو نخرجوا بحال هكا حبيبلات على قد الكعكه اللي بغيتو نتوما ديروا، على قد الكعكه اللي بغيتو ديروا. اللي بغى يديروا صغيره يخرجها غير صغيره، اللي بغى كبيره يخرجهم كبار. صافي. وتنبدا نحط بحال هكا. غادي نحط واحد المجموعه، نبدا ب 15 20 وحده، ونغطي العجينه الاخرى اللي باقا هنايا نغطيها ببلاستيكه، ونبدا نخدم بعدا هادو. عاد نرجع عاوتاني ندير في الماكينه العجينه، وهكذا حتى نسالي الكعك ديالي كامل. دابا غادي ندوزو باش نشوفوا كيفاش غادي ننقشوا الكعك ديالنا. هانتوما البنات، غناخذ دابا هاد الحليبه ديالي اللي صايبت. بالنسبه هذا، بالنسبه للمنقاش كاين الانواع والاشكال. عندي هذا فيه 4 سنينات، وكاين هذا النوع اللي بحال الشهيه بحال الهلال كيف تشوفوا. كاين الانواع والاشكال. صافي. تناخذ هكذا العجين ديالي، وتنحاول من هنا الجنيبات، نرقق واحد شويه بحال هكا. صافي. تنضغط عليها واحد الشوي بحال هكا، وتنبدا نخدم. انا غادي نخدم بهذا اللي بحال الشهيه. تنبدا ناخذ، نقرب لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا. صافي. تنحاول نحطوا يدينا هنا ونبداو نعملوا بحال هكا. دائما ما نهزوش يدينا على المنقاش، يعني البلاصه اللي سالينا فيها هي اللي نبداو بها بحال هكا ونمشيو. حاولوا توركوا شي شويه باش تبقى هذيك النقيشه باينه. صافي. على هذا الشكل نحاول ندير واحد شويه تاع الدقيق، ماشي بزاف. نجيب هاد الطريف هنا فوق من هذا، وناخذ هاد الجهه الاخرى ديال المنقاش، ونورك بحال هكا باش تتسد الكعكه من هاد البلاصه. صافي. ونعملوا بحال هكا باش تجي مقاده. هانتوما البنات، من تنحطها في الطاوه تناخذ الكاس كاس ديال العنبه وتندير هكا. دابا انا جبتها قد الكاس ديال العنبه، قد القاع ديال الكاس ديال العنبه. تندير بحال هكذا. صافي. باش يجي الشكل هكا زويون. دائما نديروا الدقيق هكا باش ما يلصقش لينا. صافي. نبداو الخدمه. هنا غناخذ شكل اخر، ولا هو هذا فيه 4 ديال السنينات، حتى هو غادي نخدم به. نديرو دائما في الدقيق. صافي. دائما البلاصه اللي نهز منها هي اللي نرجع ليها. باش تجي زويقه زوينه. صافي. نرشو دائما شويه تاع الدقيق. صافي. الكعكه ديالنا تجي على هذا الشكل. وكاين البنات اللي ما تيبغيش هذا المنقوش، تيبغي الكعك المسفيوي الاول اللي كان معروف هو ديال الموس، وعنده واحد الموس خاص، ماشي بحال هاد الموس يعني تخدمي به هاد جنيب، ولكن هنا حاد. لا، هذا ما تيجرح ما والو. كيف تتشوف خاص غير بالكعك. هذا ديال الام ديالي الله يرحمها، ملي كانت تصايب الكعك هو اللي كانت تخدم به. كيف تتشوف. دابا غادي نبدا يعني نعمل الموس لهاد الكعكه. تيجي على هذا الشكل. هذا هو
الكعك المسفيوي الاول قبل ما يجتهدوا يولي هذا الكعك المنقوش. كان في الاول هذا هو الكعك المسفيوي المعروف، هو اللي تيكون على هذا الشكل، تيكون غير بالموس. يولي بحال هكا باش تجيب قاده. شفتوا الكاس تيعاونكم، تعملوا لي بحال هكا وتجي هكا زوينه والمنظر ديالها زوين. صافي البنات غادي نستمر ان شاء الله حتى نكمل الكعك ديالي كامل، وغادي نرجعوا ان شاء الله من بعد ما تشوف، من بعد ما يطيب ويتحمر ويجي هائل. البنات كيف تشوفوا صافي الطويوه ديال الكعك ديالي صافي سالات. دابا غادي نديها الفران، لان الطياب ديال الفران تيجي موحد. اللي متمكن من الفران ديالو تيعرف تبارك الله يطيب فيه، يطيبها في الفران. يشعل الفران مزيان ويطيب، يدير غير تحت بوحدو ويمهل شي شويه العافيه حتى تيحس به بدا تيتحمر هذا من تحت، عادي يحمو من الفوق. ولكن بالنسبه للفران تاع الزنقه هو اللي تيجيب الطياب ديال الكعك مزيان. وجميع الحلويات اللي عندنا هنا في اسفي تيطيبوا في ديال الزنقه باش يجيهم طياب موحد ومزيان. صافي دابا غادي نتلاقى معكم ان شاء الله من بعد ما نجيبوا الطاوه من الفران. البنات من بعد ما جبنا الطاوه ديالنا من الفران، شوفوا كيفاش تيكون هذاك الطياب موحد، تجي رائعه هاد الكعك ولذيذ، رغم ان ما فيهش مكونات كثيره. ولكن بالنسبه لي انا الا كثرتوا هذوك الزرع عرفتوا الكميه شحال ديروا فتيجي لذيذ بزاف بزاف. شوفوا كيفاش الطياب واحد، وانا تيعجبني هكا يكون محمر، كيف ما محمر من الوسط محمر حتى من الفوق. ما تنبغيش هذاك يجي اللون ديالو يبان بيض ولا صفر، نو تيعجبني يجي هاد اللوين هكا محمر. شوفوا كيفاش داير، كيفاش هشيش. شوفوا اللون ديال الوسط كيفاش داير محمر، تيجي بحال البسكوي. نتمنى البنات تجربوه، راه ساهل، فيه غير شويه ديال الخدمه بالنسبه للماكينه وداك الشيء، ولكن الا لقيتو العوين راه دغيا تصايبوه ان شاء الله. صافي البنات نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله.